في حاجات لو اتقالت بهزار ممكن تهد علاقه كامله. في اتنين مخطوبين، البنت بتهزر مع خطيبها فبتقول له انت كل حاجه فيك قمر، بس لو طولك كان لو 190 بدل 180 كنت هتبقى احلى. فهي توقعت طبعا رد فعل عادي بتهزر، لكن فجاه الولد غير وقال لها انت كل شويه تقارنيني بحد، المفروض اكون مبسوط من الكلام اللي انت بتقوليه ده، وطبعا بقى لو اتضايقت من كلامك ابقى معقد وما عنديش ثقه في نفسي، صح؟ طب انا لو قلت لك العيوب اللي فيكي مش هتزعلي؟ مش هتزعلي لو قارنتك ببنات قرايبي ولا حتى اي ممثله؟ الكلمه اللي قالتها في ثانيه اثرت فيه اكتر ما هي كانت تتخيل. ليه؟ لان كل واحد فينا عنده نقطه ضعف، ممكن تبقى حاجه صغيره بس بالنسبه لغيره حاجه تافهه، لكنها بالنسبه له كبيره. المقارنه عمرها ما كانت هزار، لانها دايما بتسيب اثر. لما تقارن اللي بتحب حد تاني حتى لو بتهزر، فانت بتوصل له احساس انه مش مالي عينك، من الاخر ان هو بالنسبه لك مش كفايه، وده احساس صعب. مفيش حد كامل ومفيش حد من غير نقط ضعف، فلازم نفكر قبل ما نهزر، لان ممكن هزارنا ده يجرح، فنفكر قبل ما نهزر.